هذا طار هذا من نبذة تجي من هنا يسر مكتب جمعية خدمة السلام تحت رئاسة السيد بن عطا الله أحمد الحرزي أن يحيي أو أن يحيي من أعماق هؤلاء الجنود الأعزاء على تلبيتهم للدعوة. كما يسرنا أن نعلمكم بأن مأكولة الغداء هذه أقيمت تكريما وعرفانا لما قام به السيد جزام بن ضيف الله رئيس بلدية سلمانة، هذا المجاهد الذي أنقذ أفراد عائلة مكونة من 6 أشخاص وسابعهم أبوهم من خطر الغرق في وادي مسعد منذ أيام. وبشهادة شهود عيان أن لولا القدر ولولا بسالة هذا المجاهد الصنديد لا كان الجميع ضحايا ضرب أكيد. إذا شكرا لأحمد على هذه الدعوة، شكرا للمجاهد بن ضيف الله، شكرا للإخوة الحضور، وخاصة الوفد الذي قدم من مدينة الجلفة وعلى رأسهم رئيس البلدية الجلفة السيد سعيد طه ونائبه والسيد الحاج قندوز والسيد الحاج حسين. أيها الإخوة، ما هذه إلا مبادرة من مئات المبادرات التي قام بها السيد أحمد الحرزي والتي تندرج في إطار سيرورة الحياة الثقافية والاجتماعية والحضارية لشعب قدره دائما النكسات وقدره أبدا النصر ومناشدة العلا. وبمناسبة النصر أحيطكم علما بأن السيد الحرزي سيسجل له برنامج مسيرة النصر بالقناة الفرنسية الأولى TF1 حصة حول هذا الرحال المغامر والحامل لرسالات السلام لكل أبناء الأرض، وبها ستقتطع مرحلة تاريخية من لدن هذا الشاب لتنحت في سجل التاريخ عبر هذه القناة الدولية. وأخيرا شكرا لكم جميعا، مزيدا من التآزر والعمل الجاد لدفع عجلة الوطن نحو الأمام، وليكون كما قال الأمير عبد القادر رجال للرجال هم الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن كلمة يتقدم بها السيد أحمد الحرزي، وبعدها مباشرة تكون الهدية المتواضعة من طرف السيد أحمد الحرزي للسيد بن ضيف الله رئيس بلدية سلمانة. شكرا. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, paix et salut soient accordés à notre prophète Sidna Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Mon cœur m'a appris à éterniser les grands hommes. Chers amis, je tiens avant tout à vous remercier du fond de mon cœur de nous avoir honorés de votre présence. Au nom de la population de Messaad et de tous ceux qui sont au service de l'humanité, en votre nom tous, je rends un grand hommage à notre frère et ami Gozem Ben ضيف-الله, maire de Selmana, pour cet exploit digne des grands hommes qui mérite toute notre admiration, tous nos respects.
Cet homme, ancien moudjahid, ancien bagarreur contre les malfaiteurs, qui a, avec un courage, avec un courage extraordinaire et une volonté dont lui seul a le secret, pu sauver miraculeusement, dépassant notre imagination, une famille entière de 7 personnes au moment où l'oued de Messaad allait les engloutir. Cet homme a failli risquer sa vie pour épargner cette famille nombreuse du grand danger. Nous disons merci, Ben Daifallah, Dieu te récompensera, car Dieu est bon et il aime les âmes charitables et les cœurs purs. Je vous fais savoir que je vais écrire une lettre à TF1, les marches de la gloire et à la presse écrite, afin de parler de cet événement glorieux. Merci à vous tous. لنا في الختام الهدية اللي ستقدم من طرف السيد أحمد حرصلي لضميره. نطلع من ريح على كيف